مرحبا، تحياتي للجميع. مقاربة حول مفهوم الدولة بظل الثورة التكنولوجية. تكلمنا في تسجيلات سابقة عن مفهوم الدولة ومحدداتها، وأشرنا إلى أن مفهوم الدولة تطور مع الزمن من الدلالة على المدينة كما في اليونان القديمة، حيث كانت مدينة أثينا تعتبر دولة أثينا، ومدينة سبارتا تعتبر دولة سبارتا، وكذلك مقدونيا وغيرها. ثم عند الرومان فقد كان شعوب الأصقاع التي احتلها الرومان يعتبرون شعوبا تابعين للإمبراطورية المركز وغير ذلك. من هنا يكمن السؤال: هل نحن بطريق تبدل مفهوم الدولة بمعناه الحديث القائم على 3 أسس كما ذكرنا سابقا ونعيدها؟ أولا، إقليم جغرافي محدد. 2، شعب يسكن في هذا الإقليم. و3، نخبة حاكمة تمثل الحكومة وتحكم هذا السطع وهذا الشعب. ننتهي من هذا التقديم السريع لنسأل: هل ما يزال مفهوم الدولة بمعناه الحديث ساريا بظل هيمنة الدولة العظمى، أو ما يشار إليهم حاليا بالدول العظمى، بالإضافة إلى شياع آثار الثورة التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي والقرية الكونية الصغيرة؟ لقد تناولنا في التسجيل السابق مفهوم السيادة للدولة وما يتعرض له هذا المفهوم من اختراقات، ولا حاجة لإعادة تسليط الضوء عليه، وهو مثبت في القناة، غير أنه تجدر الإشارة إلى عنوان تحترمه أعتى الدكتاتوريات ولو صوريا، فضلا عن الديمقراطيات بالمعنى الحديث للدولة، أعني به سلطة الإعلام والرأي العام. وقد كان هذا المفهوم قبل الثورة التكنولوجية محصور بأفق مؤسسات الدولة، والتي كانت تتلاعب فيه وفقا لمصالحها، غير أنه مع الثورة التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها شكلت بعدا جديدا أضيف للبشر بعمومهم وفي كافة أنساق الدول وطبائعها، وأدت إلى تطور مفهوم الرأي العام وانفتاح الثقافات على بعضها، وتطور مفهوم المواطنية والتبعية للدولة، بحيث أضحى الرأي العام انطلاقا من قياس مفهوم الديمقراطية في عدد من الدول الغربية وسلطة الرأي العام التي هي أيضا ليست مطلقة. مثل على ذلك موضوع الهولوكوست وقد عالجناه سابقا. المهم، أضحى الرأي العام في الكثير من الدول العربية والشرقية أو دول الجنوب كما يصطلح على تسميتهم، أصبحوا أكثر وعي بحقوقهم وواجباتهم، وربما هذا لعب دورا بارزا في قيام ثورات الربيع العربي أو ما يسمونه بثورات القوى الناعمة، وقد تحدثنا فيما سبق عن القوى الناعمة وتأثيراتها على المجتمعات والشعوب. مع هذا ومع تحول العالم لما يصطلح عليه بالقرية الكونية الصغيرة، واتجاه الفرد الإنسان من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إلى شخص مؤثر في الرأي العام، وتعزز مفهوم المواطنية العالمية وانفتاح الثقافات على بعضها، واتجاه مؤسسات الإعلام والميديا باتجاه زرع روح الاستقلالية لدى الفرد، أدى كل هذا وغيره إلى وجهة نظر مخالفة لهذا الإطار من الانفتاح، وهو توجه جزء من الرأي العام وبعض السلطات الحاكمة لإعادة إحياء وإعادة تبني مفهوم الدولة الأمة أو القومية، وإحياء أيديولوجيتها بمقابل الرأي السائد الذي روجت له الدول المهيمنة ذات القطب الواحد أي الولايات المتحدة الأمريكية، وهو نهاية التاريخ ونهاية الإنسان ونهاية الأيديولوجيا وغيرها. وبحسب ما هو واضح من نزعات شوفينية طالت حتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، كتعزيز دور العرق الأبيض في ولاية ترامب، بالإضافة للنظريات القومية الأخرى، شكلت ردا للحفاظ على الهوية الذاتية للشعوب مقابل هجمة الثورة الإلكترونية التي تستهدف الهوية والسيادة والاستقلال، وتجعل الفرد ومن بعده الجماعة أشبه بالروبوتات الإلكترونية المنادية بالخلاص الفردي، وتبني المفاهيم الليبرالية الأمريكية وما تضخه عبر وسائل الميديا والتواصل الاجتماعي والقوى الناعمة وإلى آخره. بالنهاية يطرح معنا تساؤلان. الأول، نسأل: العالم يتجه باتجاه التعدد القطبي، هل بالإمكان اعتبار الدولة العظمى المتفردة، وانطلاقا من شواهد عرضت بعضها في التسجيل السابق، هل يصح أن نصفها بالدولة المارقة؟ هذا أولا.
ثانيا، انطلاقا مما قدمنا ويحتاج إلى مزيد من التوسع في القادم من الأيام، هل بالإمكان أن نقول أن هناك تغير بمفهوم الدولة بحسب القانون الدولي، الدولة الحديثة يعني، انطلاقا من التحديات التي تعاني منها هذه الدولة من القطبية وغير وسيطرة وسائل التواصل الاجتماعي والثورة التكنولوجية؟ حديث يطول ولنا معه عودة، وشكرا جزيلا، يعطيكم العافية.